السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة عالم طيور الحب. نعود معاكم بموضوع تكرر كثيرا في السؤال عنه، وقد قمت بطرحه في أكثر من موضوع، ولكن اليوم راح أخصصه في فيديو خاص، ألا هو أكثر سؤال فعلا يسأل علي: لماذا لا تبيض طيور الكوكتيل، أو لماذا لا تتزاوج؟ مع العلم أنه طرحت الأسباب في أكثر من فيديو في أسهل طريقة لإنتاج الكوكتيل أو كيف تنتج الكوكتيل، من ضمنها ذكرت أسباب عدم الإنتاج، ولكن سوف أذكرها في سياق هذا الموضوع. إخواني، الأسباب كثيرة، يعني ممكن تكون أكثر من 10 أسباب، ولكن حصرتها أنا في أهم 10 أسباب. إخواني، طبعا الموضوع للكل، يعني للهاوي وللمبتدئ والمربي كثير، يعني احنا بنجهل في بعض الأمور سواء المبتدئ أو غير مبتدئ، يعني الفيديو موجه للكل إن شاء الله. إخواني، بداية أول سبب لعدم إنتاج الكوكتيل هو العمر. يعني البعض أو الغالب أو الأكثر بيجمع زوج من الطيور الكوكتيل وتكون صغيرة في العمر، مخاليف 4 شهور 5 شهور 6 شهور. هذه يا أخواني لا تنتج طبعا، لأنه العمر، عمر إنتاج الكوكتيل العادي أو الطبيعي بعد 8 شهور، والأفضل 10 شهور. قد يقول البعض أنه في طيور تشتغل على 6 شهور، ولا ممكن، لكل قاعدة شواذ، ولكن الكوكتيل عادة يشتغل بعد 8 شهور. إخواني، هاي رقم 1، السبب الأول لعدم الإنتاج. السبب الثاني إخواني، طبعا عدم التوالف بالأساس. يعني ممكن تجمع زوج من الكوكتيل ذكر وأنثى وفي عمر الإنتاج، وممكن منتجات سابقا، فسبحان الله لا تتوالف لأنها ما بترغب ببعض. بنروح نحطها مع بعض بنفس اليوم وبيحصل الشجار، لأنهم مش متوالفات بالأساس وما بترغب ببعض. هاي رقم 2. رقم 3 إخواني، عدم توافق العمر. ممكن تكون الأنثى أكبر من الذكر وتكون هي المسيطرة، الأنثى كبيرة والذكر صغير، فكلما يتقرب إليها الذكر تقوم بضربه وتمنعه أنه يقترب منها للتزاوج والتلقيح، وهذا سبب مهم. إخواني، السبب الرابع في حالات كثيرة وخاصة عند المبتدئين، وحتى في بعض يعني الهواة الكبار، قد يخطئ في مسألة جنس الزوج مثل الألبين. وعادة إخواني ممكن يجمع زوج من الإناث أو الذكور في قفص واحد، وبصير يقول لك إلهم سنة عنده ما أنتجوا، وهم ذكور أو إناث. تحصل كثير. إخواني، السبب الخامس، الزوج في عمر الإنتاج، نعم كبير في العمر، ولكن في برود في الذكر، لا يغرد الذكر. فسبحان الله، إذا الذكر ما بيغرد وما في نشاط وما في حرارة، صعب إنه يحفز الأنثى للتزاوج والتلقيح. طبعا الأسباب كثيرة، سبب برود الذكر احنا ما بنشرحها هون، بس نذكر الأسباب إخواني لعدم التزاوج. إصابة الزوج في السمنة أو التشحيم أو سوء تغذية في الأساس. كثير من المربين أو البعض يضع مادة البريق مثلا فقط للكوكتيل، ولا يضع الخضار، ولا يضع المقويات فيتامينات، ولا يضع الكلس، ولا يضع الأملاح المعدنية مثلا، وبقول لك ليش ما بينتجوا أو ليش ما بتزاوجوا. مهم إخواني التنوع الغذائي للإنتاج. إخواني، رقم 7، الزوج طبعا كبير ومنتج، ولكن حتى ممكن يكون منتج سابقا، ولكن بيكون في فترة غيار ريش، دخل في فترة غيار ريش، وبقول لك البعض جبت زوج مع صاحبه منتج وتحتيهم بيض وتحتيهم فراخ ومش عارف ايش، وما انتجوا عندي. ممكن يا اخواني بتغير المكان او بدخول في غيار ممكن يقعد 2 إلى 3 وما بينتجوا. عفوا.
8 إخواني والأهم التكرار المستمر في نقل القفص التزاوج للتشميس. مثلا بقول لك الشباب أنا والله بشيل القفص كل فترة، بطلعه على البرندة، بطلعه بالغرفة، بطلعه كذا. إخواني تنقيل قفص التزاوج كأنك بتقول ما في تزاوج. نقل القفص من مكانه لا يتم التزاوج نهائي. يجب أن يكون زوج القفص ثابت ومستقر، تستقر الطيور معاه وتتزاوج. رقم 9، وهذا برضو كثير بيعملوه من المربيين وخاصة المبتدئين، إخراج الزوج من القفص أو أحدهما بنية التوليف ومش توليف وأليف وبدي ألعب معاه وبدي أطلعه. يا أخواني ما بيصير. زوج الإنتاج ما بيصير تطلعه وتلعب معاه، لأنه راح يكون جل اهتمامه الخروج من القفص للعب والمسح على الجسم. يجب إخواني أن يغلق عليه ليكون جل اهتمامي هو الإنتاج وليس اللعب. وأخيرا وليس آخرا إخواني، رقم 10، كثرة مراقبة الطيور. كثرة مراقبة الزوج. بتجيبوا الزوج من هون، بسم الله، أبصر ليش فزعت الطيور. هاي الدليل حساس للطيور. يعني هاي انت شفته، أبصر شو صار، كل الطيور فزعت. الطيور ما بتتحمل أي إزعاج وأي مراقبة. فأخواني كثرة المراقبة الزوج وإزعاجهم وفتح البياضة المستمر أو تعرضهم للأصوات أو الصدمات، يعني أي صوت فجائي. يعني انت شفتوا امامكم الان، ابصر ايش صار، حركة معينة فزعت الطيور كلها. يعني ممكن كل الطيور تفزع من اجل هجوم قطة او اصدار صوت تلفزيون فجائي او ما شابه ذلك. اخوانا هيك بكون حصرت لكم اهم 10 اسباب لعدم تزاوج طيور الكوكتيل والانتاج. وطبعا كما عودتكم انا بعيد النقاط لتصل المعلومة، والمعلومة بتكون موجود خلال الفيديو كامل. إخواني للفائدة والله احضروا الفيديو لنهايته، لأنه في كل ثانية أو في دقيقة في معلومة عن هذه الطيور. أما تيجي تقول الفيديو 8 دقائق 10 دقائق طويل، يعني ما بزبط. أنت بدك تنتج طيور، بدك تسمع، بدك تشوف، بدك تلاحظ، بدك تتابع. والله سنوات وإحنا نتابع باليوتيوب وبالجوجل وبكذا وتجارب وكذا حتى قدرنا نوصل للي وصلنا. إخواني قبل ما أن أختم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والإعجاب والمشاركة، وإذا في أي تعليقات حطونيها في التعليقات. وقبل ما أختم بعيد لكم 10 نقاط إخواني. طبعا أنا جهزتهم على ورقة لتبقى يعني 10 نقاط بالفيديو لمن أراد أن يعود للفيديو. هاي إخواني النقاط، هاي النقاط إخواني. أولا رقم 1، عمر الطيور صغير وغير جاهز للتزاوج والإنتاج، حيث أن العمر الطبيعي للإنتاج بعد 8 أشهر. هاي إخواني النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم التوالف، بالأساس عدم رغبة الطرفين ببعض وعدم الانسجام. رقم 3، الأنثى أكبر من الذكر وهي المسيطرة، والذكر صغير ولا يستطيع التقرب لها فتضربه وتمنعه. رقم 4، في حالات كثيرة وخاصة عند المبتدئين بالتربية بجمع زوج من ذكور أو إناث لصعوبة التفريق بينهم في الجنس. رقم 5، الزوج في عمر الإنتاج ولكن الذكر فيه برود وعدم تغريد قوي لتحفيز الأنثى على التزاوج والإنتاج. رقم 6، إصابة الزوج بالشحمة أو السمنة يؤدي إلى عدم الإنتاج، بالإضافة إلى التغذية الغير متكاملة تؤدي إلى عدم الإنتاج. 7، الزوج كبير ومنتج سابقا أو في عمر الإنتاج ولكن دخوله في فترة غيار الريش يمنعه من التزاوج والإنتاج. 8، التكرار المستمر في نقل القفص التزاوج للتشميس الطيور مثلا. رقم 9، إخراج الزوج المستمر من القفص أو أحدهم بنية التوليف. 10، كثرة مراقبة الزوج وإزعاجهم وفتح البياض المستمر أو تعرضهم للأصوات المزعجة الفجائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو آخر.